مرحبا. اليوم إن شاء الله رح أعمل روزماري بريد. قبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. ويلا ما بدي طول عليكم، خلونا نبلش. رح أذكر أسرار نجاح العجين وسر طعمتها الطيبة، بتمنى تتابعوني للنهاية وتشوفوا معي النتيجة. الروزماري اليوم هو نجم عجينتي. حضرت كل شي رح يلزمني: طحين، بهار الثوم، فلفل أسود، والخميرة والسكر وزيت الزيتون والملح. حطيت كبايتين طحين أبيض، حطلن معلقة طعام سكر، معلقة صغيرة خميرة، وربع معلقة صغيرة ملح، ورشة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة من بهار الثوم. وهيدا المقاس خاص للأكل. رح أفرم فيه الروزماري. خلطت كل شي وهلأ بحط زيت الزيتون. بحب افرك الطحين بزيت الزيتون، بيعطي نكهة كتير طيبة، وزيت الزيتون بيعطي طراوة للعجينة. بدي بلش حط المي، بزيد شوي حسب الحاجة. المي حطيتها فاترة، ما بيسوى أبدا نحطها سخنة. ولملمت العجينة على بعضها، شوفوا ما أحلاها. غلفت بالبلاستيك وبغطيها بقماش، مهم تكون بمكان دافي مش رطب. تركتها 40 دقيقة تختمر. حضرت البايركس اللي رح أخبزن فيه، مسحته بشوية زيت نباتي ورشة طحين. وتيطلعوا معي نفس المقاس، قطعت بالآيس كريم سكوبر كل العجين. بعملها بهالطريقة، دخلها على بعضها من جوا بطريقة تكون مرتبة، تيطلع معي طابة مرتبة. ورح ارجع غلفن وارجع حطن بمكان دافي. مهم كل ما نعمل خطوة بالعجين انه نريحه. ريحتن كمان 10 دقايق. حميت الفرن من تحت على حرارة 220 نص ساعة، وحطيتن آخر رف من جهة تحت. آخر 5 دقايق ضويت من فوق، رح حمر وجهن. خليهم يبردوا شوي ونعمل تيست مع بعض للعجين. ريحتها كتير حلوة، طرية فلافي، مش معجنة. رح تحبوها عالترويقة وحتى على العشاء، سهلة وبسيطة. ذكرت خطوات كتير مهمة، بليز انتبهولها. بحب اختصر عليكم وقت وتعب بالتجارب. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. وسر تميزي لمسة ايدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنتس تحت.